السلام عليكم خبتي، ان شاء الله تكونوا بخير. راح نتكلموا اليوم على قضيه خروج المنتخب الوطني الجزائري من مونديال امريكا 2026 والطريقه التي انهزم فيها ضد سويسرا، والطريقة التي اعتمد بها المدرب بيتكوفيتش. اليوم رونار مولينا يفجرها، وأن أزمة الخضر أكبر من الخسارة أمام سويسرا، وقال أن التخبط الفني والفوضى التسيير في قلب العاصفة تعتبر هي واحدة من أكثر القراءات إثارة لجدل عقب خروج المنتخب الجزائري من نهائيات كأس عالم 2026. قدم الصحفي الاستقصائي الفرنسي رونار مولينا تحليلا حادا اعتبر فيه أن المشكلة الحقيقية لا تتمثل في الهزيمة أمام المنتخب السويسري، بل في الطريقة التي ظهر بها الخضر داخل أرضية الميدان، وفي المنظومة الإدارية والفنية التي أحاطت بالمشاركة الجزائرية بأكملها. ويرى مولينا أن المنتخب السويسري منتخب قوي ومتطور، وأن الخسارة أمامه ليست فاضحة رياضية، لكن الأداء الباهت وغياب الشخصية القوية والتخبط الواضح في الخيارات الفنية جعل الإقصاء يثير غضب الجماهير الجزائرية التي كانت تنتظر مشاركة أكثر استقرارا وطموحا. أولا، التخبط التكتيكي، 4 وجوه مختلفة لمنتخب واحد. بحسب التحليل فإن أحد أكبر الإشكالات تمثل في غياب هوية كروية واضحة لمنتخب الجزائري طوال البطولة. ففي كل مباراة ظهر الفريق بخطة مختلفة وأفكار متباينة، الأمر الذي عكس وفقا لمولينا حالة من عدم الاستقرار الفني وفقدان المشروع التكتيكي الموحد. ويرى أن الاعتماد على إبراهيم مازا كمهاجم وهمي خلال مباراة سويسرا لم يكن الخيار الأنسب، خاصة مع وجود لاعبين مثل رياض محرز وحسام عوار على الأطراف، وهو ما حرم الفريق من العمق الهجومي ومن وجود مرجع واضح داخل منطقة الجزاء. كما تساءل مولينا عن جدوى الاعتماد على اختراقات والكرة العرضية عبر ريان أيت نوري بالغالي في وقت يفتقد فيه الخط الأمامي إلى مهاجم يجيد ألعاب الهواء والتمركز التقليدي داخل الصندوق. ويؤكد أن هذه الخيارات التكتيكية جعلت الكثير من الهجمات الجزائرية تنتهي دون خطورة حقيقية على المرمى السويسري. ثانيا، لغز الدفاع ب3 لاعبين. ومن أكثر النقاط التي أثارت الجدل حديث مولينا عن رفض المدرب بيتكوفيتش اعتماد خطة 3 مدافعين بشكل دائم رغم نجاحها في بعض الفترات التحضيرية وأمام الأوروغواي. ويرى أن هذا النظام كان سيمنح المنتخب توازنا أكبر، خصوصا مع القدرات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها أيت نوري على الرواق الأيسر، إضافة إلى تعويض النقص في الأجنحة الطبيعية داخل التشكيلة. لكن المدرب بحسب الرواية نفسها فضل عدم إرسال رسائل دفاعية سلبية للاعبين، واختار الاستمرار في خطط أخرى لم تحقق النتائج المرجوة. أزمة التواصل بين المدرب واللاعبين. في جانب آخر تحدث مولينا عن وجود حالة من الفتور داخل المجموعة، معتبرا أن المنتخب كان يسير في كثير من الأحيان بنظام التيار الآلي أكثر من كونه يعمل وفق رؤية تكتيكية واضحة. وأشار إلى أن عددا من اللاعبين اعتادوا على مستويات عالية جدا من العمل الفني داخل أنديتهم الأوروبية، الأمر الذي جعلهم ينتظرون تفاصيل تكتيكية أعمق وتواصلا أكثر فعالية من الجهاز الفني. ووفقا للتحليل فإن ضعف الحوار المستمر وغياب الشرح الكافي لبعض الاختيارات خلق نوعا من الضبابية داخل المجموعة، وهو ما انعكس مباشرة على الأداء فوق أرضية الميدان. قرارات فردية أثارت التساؤلات. كما انتقد مولينا ما وصفه بسياسة القرارات الفردية داخل المنتخب، مشيرا إلى أن بعض الاختيارات المتعلقة بالقائمة واللاعبين اتخذت بشكل منفرد دون وجود نقاشات موسعة أو رؤية جماعية واضحة. وتوقف بشكل خاص عند طريقة توظيف المواهب الشابة، معتبرا أن مازا كان يجب أن يكون محور المشروع الهجومي للمنتخب، لا أن يكلف بأدوار لا تتناسب مع خصائصه الفنية. ويرى الناس استغلال الإمكانية الفردية لبعض اللاعبين حرم المنتخب من الاستفادة القصوى من أحد أفضل أجياله خلال السنوات الأخيرة. الاتحادية الجزائرية في مرمى الانتقادات.
ولم تتوقف الانتقادات عند الجانب الفني فقط، بل امتدت إلى أسلوب التسيير داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. فحسب مولينا فإن الجمع بين المسؤوليات السياسية والرياضية يطرح تحديات كبيرة فيما يتعلق بمتابعة الملفات اليومية للمنتخب وإدارة شؤون الاتحادية بكفاءة كاملة. كما اعتبر أن اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية بطريقة مركزية ومن دون نقاش واسع داخل الهيئات المختصة قد ينعكس سلبا على الاستقرار العام للمشروع. وأشار أيضا إلى ضرورة تعزيز ثقافة الرقابة والمحاسبة وإتاحة المجال أمام النقاشات الداخلية والآراء المختلفة من أجل تطوير الأداء الإداري والمؤسساتي لكرة القدم الجزائرية. جيل ذهبي يحتاج إلى مشروع واضح. ورغم الانتقادات الحادة شدد مولينا على أن الجزائر ما تزال تمتلك قاعدة بشرية استثنائية من اللاعبين المحليين والمحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية. فالخامات الموجودة والإمكانيات الفنية حاضرة، لكن المشكلة الأساسية حسب رأيه تكمن في غياب مشروع رياضي مستقر وطويل المدى قادر على توحيد الرؤية الفنية والإدارية. ويؤكد أن الأشهر 18 الماضية شهدت عملا مهما على عدة مستويات، غير أن الأخطاء التكتيكية والقرارات الإدارية المتخبطة ساهمت في إهدار جزء كبير من تلك المكتسبات. هل حان وقت المراجعة الشاملة؟ بعد نهاية المغامرة العالمية تبدو الكرة الجزائرية أمام مفترق طرق حقيقي، فإما استغلال هذه التجربة لإطلاق إصلاحات عميقة تشمل الجوانب الفنية والإدارية والتواصلية، أو الاستمرار في النهج الحالي وما قد يترتب عنه من إخفاقات مستقبلية. ويبقى المؤكد أن الجماهير الجزائرية لا تطالب فقط بالنتائج، بل تريد مشروعا واضحا وهوية كروية مستقرة تعكس حجم المواهب والإمكانات التي تزخر بها البلاد. والآن نترك لكم الكلمة. هل يتحمل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المسؤولية الأكبر عن الإقصاء، أم أن الأزمة أعمق وتتعلق بطريقة تسيير الكرة الجزائرية ككل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تحتاج الجزائر إلى ثورة كروية شاملة قبل الاستحقاقات المقبلة؟ سلام.